السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده، وتنتمنى يا ربي تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا لا فيديو تاع اليوم. مرحبا بكم والف مرحبا في قناه ناديه نونو. وصفتنا تاع اليوم ان شاء الله فغادي نقترح عليكم الفطائر اللي تيجيو رائعين وزوينين بزاف بزاف، احسن من البيتزا. تيجيو زوينين وخفافين ورطبين وهشاشين. غادي نحضرها معكم ان شاء الله بواحد الطريقه اللي هي رائعه وسهله، بلا عذاب بلا تماره، بلا ما تحتاجوا تعجنوا ولا تدلكوا. تنتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتسجلوها عندكم ان شاء الله. راه غادي تحتاجوها وبغيتكم ان شاء الله تجربوها، راه فعلا تستحق التجربه وتجي رائعه ولذيذه بزاف بزاف. وانا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. غير الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه فمرحبا بكم والف مرحبا. غير ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل ما هو جديد من الوصفات ديالي. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عندنا 500 غرام تاع دقيق الفورس، غادي نضيف ليه معلقه كبيره تاع الخميره الفوريه مع معلقه كبيره تاع سكر سنيده ومعلقه صغيره تاع الملح وجوج معالق تقريبا تاع الزيت النباتيه. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان بالماء اللي تيكون دافي، ماشي الماء يكون سخون، ما يكونش الماء بارد، يكون الماء دافي. غادي نبقى نخلط في هاد المكونات غير بيدي هكا، غنبقى نجمع فيهم بشويه بشويه. هاد العجينه ما غادي تحتاج لينا لا دلك لا مجهود، يعني غادي نبقى نخلط غير بشويه بشويه بالماء اللي تيكون دافي حتى كتجمع ليا العجينه تماما. غير هي النصيحه اللي نعطيكم، ضروري العجينه ما تكون رخوه، ما ديروش العجينه تكون قاصحه باش يجيوكم الفطائر رطبين وهشاشين وخفافين. المهم غادي نبقى بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا معايا خواتاتي، راه العجينه رطبه 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 كتلصق في اليدين صافي. فاش كنساليها كنجمعها وكندير ليها البلاستيك الغذائي وغادي نخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. وغادي ناخذ دابا المقلاة، غادي ندير فيها الزيت النباتيه وغادي نضع فيها واحد جوج تاع البطاطات اللي تنكون نقيتهم وقطعتهم مكعبات. المهم البنات انا غادي نقليهم في الزيت، نتوما الا بغيتوش تقليوهم في الزيت تقدروا ديروهم في الفران. غادي ديروهم في الطاوه تاع الفران وتدخلوهم البنات حتى كيتحمروا لكم، عاد البنات كتجبدوهم. انا قليتهم في الزيت وغادي ناخذ نفس المقلاة، غادي ندير فيهم بصله اللي تتكون كبيره تنشدها وتنقطعها مكعبات صغارين. وكذلك غادي نضيف على ديك البصله صدر تاع الدجاج حتى هو اللي تنكون قطعته مكعبات. نتوما الا عندكم صدر تاع الدجاج ديروه، ما عندكمش البنات تقدروا تضيفوا الكفته اولا الطون، داكشي اللي عندكم تقدروا ديروها البنات. صافي غادي نبقى نشحر فيهم وغادي نبدا ندير في التوابل. غادي ندير معلقه تاع السكنجبير، معلقه تاع البابريكا اولا التحميره، معلقه الخرقوم، معلقه تاع الابزار، شويه تاع البودره تاع الثوم والملحه. وغادي نخلطهم مزيان مزيان، غادي نخلطهم ونشحرهم البنات حتى كيتشحروا ليا تماما وطيب ليا داك الصدر تاع الدجاج وديك البصيله حتى هي كتذوب صافي البنات. وكنطفي عليهم، يعني راه طريقه سهله مهله. فطائر تيجيو غزالين ولذاذين، شهوه منهم، تيجيو حسن من البيتزا. ودابا في هذه الاثناء البنات راه خمرات ليا العجينه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه تتجي رخوه ورطبه، يعني كتجي كتلصق في اليدين. الا خفتوها البنات هكا تلصق لكم في يديكم ديروا شويه تاع الزيت في يديكم صافي وحيدوها من البول وديروها في طاوله العمل، بقاو تديوها وتجيبوها حتى تحيدوا من هذاك الهواء صافي. وغادي نقطع هذيك العجينه لتسعه القطع. بعد ما كنقطعهم غادي نشدهم ونديرهم على شكل كويرات. ضروري البنات العجينه تكون رطبه، ما ديروش الدقيق دابا في هذه الوقيته هذه، ديروا غير شويه تاع الزيت هكا. الا شفتوها تتلصق لكم ديروا شويه تاع الزيت صافي وبقاو تخدموا فيها حتى كتكملوا دوك 9 القطع كاملين، يعني تطردوهم على شكل كرات صافي البنات. وكنهزوا الكره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه كنديروهم في واحد الطاوه. وفي هذه الاثناء راه تنكونوا شعلنا الفران، انا غادي نديرهم في الفران تاع الضو، وانتم الا بغيتو ديروهم في الفران تاع الغاز
وديروهم. المهم انا كنشعل الفران تاع الضوء على 180 درجه، كنشعلو من الفوق ومن التحت. صافي كنبدا ندير في العجينه هكا، كنبدا نبسط فيها غير بالاطراف تاع الاصابع ديالي، وغتخليوها من الجناب منفخه واحد شويه هكا باش تعطيكم واحد الديكور اللي هو زوين. غتبسطوا غير الوسط فقط. بعد ما كنبسط العجينه كامله غادي نجيبوا الفرشيط وغادي نبقى نتكو فيها هكا بهذه الطريقه هذه باش ما فاش طيب ما تنفخش ليا. صافي وكنجيب واحد البيضه اللي كنكون طربتها مزيان، وكنبقى ندهن فيهم هكا بديك البيضه، غندهنهم كاملين من الجناب ومن الوسط من كل شيء البنات. صافي حتى كندهنهم تماما. وعاد البنات غادي نبدا نعمر فيهم. غادي نعمرهم في الاول، غادي نديروا شويه الفرماج تاع الموتزاريلا هو التحتاني. نتوما الا عندكم الفرماج تاع الموتزاريلا ديروه، عندكم الفرماج الاحمر ديروه، داكشي اللي عندكم البنات قضيو به. صافي تنديروا الفرماج الاول تاع الموتزاريلا. عاد البنات تناخذوا ديك البصله اللي شحرنا مع داك الصدر تاع الدجاج كنديروه عاوتاني من الفوق. وتناخذوا دابا البطاطا اللي قلينا عاود حتى هي تنديروها من فوق منهم، تجي فطيره وغزاله يا البنات، شهوه منها، وتجي الحشوه لذيذه بزاف. وغادي ناخذ الفلافل، انا درت الحمراء والخضراء، فلافل الوان تنديروهم راه ما كنشحروهم والو، تنديروهم خضرين تنقطعوهم مكعبات وتنديروهم، وتنديروا الزيتون الخضر حتى هو مقطع. الا عندكم الزيتون الخضر ديروهم، الا عندكم الزيتون الكحل ديروا، داكشي اللي عندكم ديروها البنات. صافي وكناخذ واحد شويه تاع الموتزاريلا كنديرها من الفوق، وكندخلوهم الفران يطيبوا لنا من التحت ومن الفوق. انا درتهم في الفران تاع الضو، سخنته كما قلت لكم على 180 درجه، طيبتهم من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا. راه ما كيشدوش لنا واحد الوقت اللي هو كثير، يعني دغيا كيطيبوا. شو تبارك الله ما شاء الله كيفاش تيجيو رطبين خفافين، وتيجيو لذاذين شهوه منهم البنات، تيجيو محمرين من الفوق ومن التحت، وتيجيو غزالين. غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا حتى وليداتكم، وانا متاكده غادي يعجبوا الكبير والصغير. تقدروا توجدوهم الفطور رمضان، تقدروا توجدوهم كذلك للغدا العشاء. فين ما حطيتوهم البنات غادي ينفعكم هاد الفطائر. تنتمنى تنوضوا دابا وتجربوهم وتردوا عليا الخبر. ودابا غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوهم كيفاش تيجيو. راه تيجيو رطبين شهوه منهم البنات، رطبين وخفافين. تنتمنى اخواتي اللي شافت لا فيديو تاع اليوم دير لي لايك وتكتب لي تعليق زوين وتبارطاجي الوصفه مع خواتاتها وصحاباتها وكل من هي وحده عزيزه عليها، فضلا وليس امرا. تنتمنى اخواتاتي تشجعوني، راه بالتشجيعات ديالكم باش انا تنستمر. ودابا مبقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده، في امان الله.